ازيكم حبايبي الحلوين دايما طيبين. النهارده هنتعلم ازاي نعمل المراية القمر دي اللي تنفع للعروسة وتنفع لأطفال، تنفع لكل حاجة وتنفع كمان هدية جميلة جدا. عايزين تعرفوا ازاي تعملوها؟ تابعوا الفيديو للنهاية، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم المحتوى اللي انا بقدمه. انا بقدم محتوى مكياج وتنسيقات ملابس واكسسوارات واي محتوى انتوا عايزينه اكتبوا لي في التعليقات وانا هقوم بيه باذن ربنا يعني. وزي ما انتم شايفين المراية جميلة جدا ولونها ذهبي ومتغيرهاش عن الذهب وروعة جدا ومحدش هيصدق انا عملتها بايه. عايزين تعرفوا ازاي؟ تابعوا الفيديو للنهاية، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان توصل لكم كل المحتوى اللي انا بقدمه. عايزاكم بس تبصوا على جمال المراية، بصوا فيها جواهر ازاي ملونة، بصوا شكلها انثوي ازاي، شكلها جميل جدا. ويلا بينا ندخل على التوتوريال. اول حاجة نجيب كرتونة، هنجيب مراية زي ما انتوا شايفين وكرتون. نرسم بقى على الكرتون رسمة، انا هرسم رسمة قلب هتشوفوا دلوقتي يا جماعة. بصوا يا جماعة زي ما انتوا شايفين عملت اكتر من طبق بالكرتون زي ما انتوا شايفين. وطبعا جبت كرتون ابيض ماشي، وعملت ده الشكل ده كده في النص عشان اعرف ببساطة ان انا احط المراية كده في النص زي ما انتوا شايفين ماشي. طبعا هنعمل في كل ده؟ طبعا زي ما انتم شايفين رسمت يعني وعملت اكتر من واحدة. فزي ما انتم شايفين هنلزقهم في بعض دلوقتي. تابعوا الفيديو للنهاية. هنا يا جماعة زي ما انتم شايفين عملت الجناب بمسدس الشمع زي ما انتم شايفين، ونعمتها بحيث ان اقدر ادهنها. وزي ما انتم شايفين عملت تضاريس بمسدس الشمع زي ما انتم شايفين، نقوش كده عشان هي مراية، فالمراية معروف عنها بالنقوش. نقوش بسيطة زي ما انتم شايفين، ممكن تقلدوا الشكل ده، انا اخترت ابسط شكل يعني. وزي ما انتم شايفين اهو، هحاول برضو اعمل نقوش ورا. وهنا يا جماعة زي ما انتم شايفين دهنت هنا ابيض علشان اعرف بس يبقى البيس يعني، عشان لما اجي احط المونوكير يبقى اللون واضح. ودهنته ذهبي اهو زي ما انتم شايفين جمال اللون الذهبي. لسه بقى هخلص الموضوع وارجع لكم تاني. انا هنا يا جماعه دهنتها بالمونوكير زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها استراس زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه اللمعه عامله ازاي. طيب انا دهنتها وحطيت البتاعه دي من على الجنب، وده هو شكل المرايه النهائي زي ما انتم شايفين. وده هو الشكل النهائي يا جماعه. طبعا عملت في كل الاتجاهات. طبعا انتوا تقدروا تغيروا الشكل، مش لازم نفس التصميم. طبعا دي زي ما قلت لكم النقوش دي عملتها بمسدس الشمع وتقلت عليها تاني بالمونوكير، وهو الاسترس اللي محليها، واللون الذهبي هو اللي مخليها كأنها ملوكي. وهي دي المراية يا جماعة. تنفع هدايا للعرايس، تنفع ليكي انت شخصيا، التحفة قوي.